بتقفل الاداس عشان ما ينفعش في شوارع مصر، صح؟ طب ايه رايك اكلمك عن نظام هنشوفه بيتعلم السواقه زي البشر بالظبط، ده يقدر يخلي عربيه تمشي لوحدها في شوارع شبرا وتسوق نفسها على الدائري وتفسحك كمان على الطريق الزراعي. وهقول لك مفاجاه اخر الفيديو، فكمل معايا للاخر. على السبوره قبل كده شرحنا انظمه الاداس من ليفل 0 لليفل 5. النهارده بقى احنا هنتكلم في مستوى تاني خالص، عشان احنا هنتكلم عن حاجه في ليفل 2 بلس من الاوتونوموس درايف. مرحبا بكم في الجيل الجديد من نظام اكس ان جي بي الخاص باكسبنج للقياده الذاتيه والمعتمد تماما على الاي اي. النظام هنا ما عادش انه بيتحكم في البنزين والفرامل او يمسك الدركسيون ويغير حاره. النظام هنا بيتعامل مع الطريق انه مواقف محتاجه تصرفات مش مجرد خطوط وحارات، وده لان النظام مبني على نموذج اي اي اسمه VLA، بدل سلسله من القواعد الصارمه اللي يمشي عليها. هو بيراقب قياده البشر، بيتعلم منها وبيتصرف على اساس اللي اتعلمه. وده معناه ان السؤال ما عادش فيه عربيه قدامي والمسافه بيني وبينها قد ايه، لا السؤال بقى العربيه دي بتتصرف ازاي، سلوك قائدها عامل ايه، ظروف الطريق حوالينا احنا الاثنين اخبارها ايه، وانا هتصرف ازاي كمان ثانيتين قدام. Stop so gently. I wanted to go. ده انت كنت بتجرب الفيرجن القديم يا عم حمد. ما لو عرفت ان النموذج الجديد بقى عنده القدره في التصرف في مواقف لا تتخيلها في اجزاء من الثانيه. حابب امثله؟ اديك. عربيات بتتصرف بشكل غير متوقع ومش ملتزمه بحارات، توك توك بقى، تروسيكل، ميكروباص، حوادث بقى حصلت قدامك فجاه، اجسام غير متوقعه، حاجه وقعت قدامك، اصلاحات على الطريق او محطات الاتوبيسات الترددي على الدائري، ضلمه اول النفق وانت مش شايف حاجه، او ضباب قفله الصحراوي الصبح. العربيه تقدر تفادي حتى ازازه بيبسي على الارض، لو انت اللي سايق مش هتشوفها اصلا بعينك المجرده. كات دي مقاطعه، دوس عليها عادي. مش هقول لك بقى ان هي تعرف تمشي في شوارعنا اللي مش متخططه، لا هي تعرف تمشي في مدقات مش متسفلته اصلا، وتقدر تعرف تمشي فين وتتفادى ايه لانها شايفه كل النقر والحفر والمطبات. ولو نمت لانك بطلت تعمل حاجه او اغمى عليك من التوتر، العربيه هتركن لوحدها وتتصل بالنجده. ومش هقول لك بقى بتتفادى المشاوي الاطفال اللي طالعين من ورا العربيات والحاجات دي، لا العربيه لو في كلب بلدي معدي هتاخد بالها منه وهتفاديه، مش هتضرب فرامل فجاه وتلبس اللي وراك فيك عشان في عرسه معديه. وعشان حبايبنا في الارياف، فالعربيه تقدر تمشي في الشوارع اللي موجوده في القرى والنجوع والمراكز اللي مش موجوده اصلا على الجي بي اس، وتعرف تتعامل فيها عادي جدا، وتعرف تمشي فين من بين الغيطان، وتعرف كمان ممكن تغرس فين فتتفاداه. وطبعا لو رجعنا المدينه بقى، فالعربيه بتقرا اشارات المرور، اولويات التقاطع، سرعات الطرق، وكل العلامات المروريه والاشارات التحذيريه. ده غير ان في الابديت الجديد في الصين بقى فيه اوبشن اسمه رومينج، تقدر تنزل تركب العربيه وتقول لها فسحيني شويه، فتلف بيك في المدينه من غير ما تديها لوكيشن اصلا تروحه لحد ما اعصابك تهدى وترجعك البيت تاني. كفايه كده خزعبلات، تعالى بقى للمفاجاه اللي سبتها لك في اخر الفيديو.